اتزوج عليك هي راح تتعلق بي اكثر. لا عمي، المرأة لا ترى ضمانها وأمانها عند زوجها تحدث المشكلة الكبرى. أقول لكم فد مثال، تقول لها أنت ليش ما تتزوجين؟ أريد أدرس أحصل شهادة. ليش تريد تحصلين شهادة؟ أريد أحصل وظيفة. ليش تريد تحصلين وظيفة؟ أريد أحصل فلوس. ليش تريدين فلوس؟ هذه النهاية ليش؟ لأنها بدل أن ترى في زوجها وبيتها الأسري ضمان لها لمستقبلها، أمان لها، تشوفها في المال، تشوفه في الوظيفة. لذلك تحسب حساب خاف يطلقني. يعني هي من البداية أصلا بعدها ما داخلة بالبيت الأسري، هي مفكرة وطبعا هاي يوم اللي تفكر الشكل في أسهل ما يكون تروح ورا الموضوع. ومع الأسف الزوج أيضا يساعد على هذا الأمر. الزوج أيضا يعطي رسائل أنه أنا ترى مو أمان إلك، أنا مو ظهر إلك، أنا مو سند إلك. إما أنه يدور علاقات منا ومنك على السوشيال ميديا ويحكي ويا هاي ويحكي ويا ذيك، أو أن يهددها ولو مزاحا أنه أتزوج عليك. بس البعض